تعالوا يلا نشوف عملنا الفطيرة الحلوة ديت ازاي. طريقة سهلة ومميزة وهتعجبك قوي وكمان مليانة بالعناصر الغذائية. يلا بينا على الفيديو نشوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي حاجة صلي على حبيبي وشفيعي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. النهارده معاكم من مطبخ ام حمزة. هعمل اكلة حلوة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومغذية في نفس الوقت. هنعمل مع بعض فطيرة البطاطس. معانا ايه؟ معانا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر. ما عندكيش وعندك فلفل رومي عادي مش مشكله. ومعايا كزبره ومعايا 4 بيضات وثلاث بطاطسيات. هعمل ايه بقى؟ هاخد البطاطس الاول هبشرها. تمام، هنبشر البطاطس بالمبشره الواسعه الناحيه دي كده اهوت. ابشرها بيها سهله قوي على فكره وهي بتتبشر. بصوا اهي، هبشرها بقى وارجع تاني كده بعد ما بشرناها هي. بصوا اهي، همسكها بقى اشطفها كويس قوي من النشا اللي فيها. هشطفها واصفيها في المصفى دي كويس قوي، نعصر الميه منها كده بقى. بعد ما صفيتها كويس قوي هعمل ايه؟ هحطها بقى هنا في الحله. ماشي، وهحط عليها ال4 بيضات. انت عايزه تحطي بيض اقل حطي، بس الاول هحط عليها كوبايه من دقيق بمعادل مثلا 4 معالق او 3 معالق. ده بقى هيسحب لنا اي ميه من البطاطس. خلاص اهيت. هنا كسرنا كسرت البيض. هحط عليه رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح وهنبتدي نضربهم كويس قوي. خلاص كده بصوا هنا بقى البطاطس بتاعتي حطيت لها الدقيق. هدعكها بقى كويس كده في الدقيق واحط لها ملح وفلفل وحبه من الكزبره الناشفه ورشه بسيطه خالص من البيكنج باودر عشان ما تخليهاش زي مكبوسه كده، لا ترفعها معايا بس كده. ندعك الاول الدقيق مع البطاطس كويس قوي لحد لما يمتص اي سوائل. الاكله دي بقى حلوه قوي والقيمه الغذائيه بتاعتها عاليه قوي، لان فلفل الالوان دوت مغذي جدا وقوي للمناعه، وتنفع بقى فطار وتنفع غدا تنفع عشاء خفيف. اهي بصوا دعكناها كويس قوي اهي. احط لها بقى البيض. عايزه تقللي البيض قللي. برضك هقلبها كده كويس قوي عشان احنا عايزين المكونات كلها تتجانس مع بعضها كويس قوي. اهو بصوا اهي. وهحط بقى نص الكميه بتاعه الفلفل، مش هحطه كله، نص كميه الفلفل الالوان مع الفلفل الاخضر وكله اهو. خلاص كده احنا قلبنا المكونات كلها مع بعض. بصوا كده اهيت، خلاص اتقلبت كلها مع بعض اهيت. قلبنا المكونات كلها مع بعضها خلاص على كده تمام. وانا طبعا حياتها حطيت لها الملح والفلفل والكزبره الناشفه. هنعمل ايه بقى؟ جبت الطاسه بتاعتي اهيت، حطيت لها شويه من الزيت. اسيبهم بقى لما يسخنوا قوي. عايزه تعمليها بالسمنه اعمليها، سيب بقى الزيت اهم حاجه يكون سخن قوي معايا. بصوا الزيت بتاعي سخن اهوت. هبتدي بقى احط نص الكميه بتاعت الخليط اللي احنا عملناه. بس اهم حاجه اول لما الزيت يسخن توطي البوتاجاز خالص. طبعا انا وطيت البوتاجاز خالص. هنا بقى هاخد رشه من الكزبره اهوت. انا عندي شويه من الجبنه الموتزاريلا برضك هحطهم كده اهي. وحبه من فلفل الالوان اهوت كده اهوت عشان تبقى زي ايه، زي الفطيره المحشيه كده. لو عندك زيتون وحطيتيه بيبقى حلو قوي. خلاص اهي
كده بقى احط بقيه الخليط بتاعي وردك. هفردها كويس قوي. اهي انا موطيه عليها خالص عشان لو عليتي عليها هتتحمر وهي هتبقى نيه. خلاص اهي نوطي عليها بقى ونسيبها. بصوا يا حبايبي انا كده قلبتها اهوت. خلاص اهي. حاولي بس وانتي بتقلبيها تقلبيها بالراحه قوي علشان الناحيه التانيه بتكون نيه فما تبص منك. هعمل بقى انا ايه بشويه الجبنه اللي سبتهم دول، هحطهم على الوش كده. هي خلاص الوش ده استوى، هحطها عليه واغطيها واخليهم يسيحوا على الوش اهي كده. اهم حاجه بقى اغطيها عشان الجبنه تسيح. بصوا بقى بعد ما استويت شكلها حلو قوي. نحط لها بقى شويه من الكزبره كده، ريحتها حلوه سهله مغذيه جدا. طبعا احنا حاشينها من جوه. ايه رايكم بقى؟ غدا جميل او عشاء او فطار حلو قوي مغذي جدا. ايه رايكم؟ بصوا احلى فطيره بطاطس، يعني جربيها بالطريقه دي حلوه قوي. فيها يعني جميع العناصر الغذائيه. لو زهقانه بقى من الفطار، زهقانه من الغدا، زهقانه من العشاء، مش عارفه تعملي ايه، قومي اعمليها جربيها وقولي لي هتعجبك ولا لا. ما تنسيش لو اول مره تشوفيني تنسيش تعملي لي متابعه، شير وكومنت لو الوصفه عجبتك. باي باي.